أعزاء، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان. نحن هنا من دوري المغتربين، مباراة تجمع فريق المنتخب الأوغندي وفريق النسور القنصرين. معنا الآن مدرب فريق المنتخب الأوغندي الكابتن مظفر، ومساعد المنتخب الأوغندي الكابتن عبد الله. أهلا وسهلا بكم في دوري المغتربين. أيضا المترجم الكابتن علاء الشبلي، المترجم دوري المغتربين ومنظم دوري المغتربين. كابتن علاء، لو تسألنا إياهم يعني ما هم الآن، هم تقدموا في الشوط الأول ب3 أهداف مقابل هدف. لو تخبرنا عن انطباعهم الأول في هذه المباراة. You are winning this match right now 3-1. What is your feelings about this match? Yeah, my feeling about it, for me as a coach, I don't think that I've already won the match because I'm still having the second. Yeah. I'm not saying that I've won the match, but the referee at the end, I think that I will win the match. اوكي، حاليا انا ما بنحسن نقول انه احنا ربحانين المباراه لانه لسه في شوط ثاني. نعم. بالشوط الثاني حتى الحكم يصفر، ساعتها نحسن نقول انه احنا ربحنا، يعني نعم. ما دام في شوط ثاني لسه احنا ما ربحنا المباراه. نعم. كابتن مظفر، الآن يعني أنتم تكونون دوري جديد، نظام 11 ضرب 11. يعني هذا النظام هل هو أنتم لعبتم سابقا أو هو أولى تجربة لكم؟ You entered this championship for the first time. Did you play it before that at the big pitch? Yeah, my players, I think they are good players, but some of them they have some problems. They have problems in the pitch and home. That is the problem for my players. نقول ان احنا حاليا عندنا لعيبه ممتازين جدا، بس في عندي بعض اللعيبه اللي عندهم مشاكل خاصه بالملعب. يعني نعم. ملعب يمكن في منهم لاول مره يعني بيشارك نعم. كابتن عبد الله، باسمي وباسم دوري المغتربين نشكر المنتخب الأوغندي على هذه المشاركة الطيبة بدوري المغتربين. Upon the name of us and the foreigner leagues, we thank the Uganda team for entering this competition. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. متابعينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم في كل مكان. ننتقل الان الى مدرب فريق نسور قنصرين الكابتن اديب العيسى. اهلا وسهلا بك كابتن اديب. اهلا وسهلا. كابتن اديب، انتهاء الشوط الاول تاخرتم ب3 اهداف مقابل هدف. لو تخبرني ما هي انطباعك عن الشوط الاول وما هي التعليمات التي اعطيتها للاعبين مع بدايه الشوط الثاني؟ والله كشباب مبتدئين لسه يعني. نعم. صغار السن واول مره يجتمعوا ويتالفوا. أولى مشاركة يعني لكم. كمشاركه اول مشاركه ذات. نعم. وفريق يعني محترم طبعا قدامنا، فريق مو سهل يعني. لذلك ان شاء الله يعني الشوط الثاني اعطيناهم تعليمات، يعني اذا ان شاء الله نسوي اللي علينا. نعم. قول على الله على الله. نعم. يعني اعطيناهم تعليمات ان شاء الله طبعا هجوميه. نعم.